السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. بعد جلسة النهاردة، جلسة الحد 6 إبريل 2025، وبعد البانيك اللي كان في الجلسة النهاردة، وبعد الشمعة الطويلة دي بتاعت ال AGX30، هنقول ليه المؤشر ممكن يلف من هنا أو ما يكسرش اللو بتاع الشمعة بتاعت النهاردة. اللو النهاردة جاب 30,257. ليه هنقول ممكن ما يكسرش، او احتمال كبير بنسبة 90% على المدى القصير ما يكسرش 30,257؟ بسبب خط الترند ده، الخط الفرعي ده. ادي خط فرعي اهو، ادي كده ايه، ارتد منه هنا، كان في نزول وارتد منه وطلع، وكان هنا في نزول برضو. الشمعة دي بتاعت يوم 12/2/2025 برضو نزل ليها وارتد وطلع. فهنا في المنطقة دي، في الدايرة دي، بسبب الدايرة دي فيها كلاستر دعوم. ادي اول واحد. وعندنا هنا نسبة فيبوناتشي 50%. لو جبنا هنا رسمنا فيبوناتشي من هنا، من اول الطلع من هنا، من يوم، من شمعة 14/1. تمام، لحد يوم جلسة 24/3. طيب، أصبح هنا عندنا دعم 50% أو 50% فيبوناتشي. وعندنا خط الاتجاه العرضي ده المرسوم في 20 فيديو فات. لو فتحنا أي فيديو خلال الشهر اللي فات، هنلاقي الخط ده مرسوم، خط الأفق ده، عند 30,000 3 تلاتات. 30,000 3 تلاتات. تمام، يبقى عندنا هنا في 3 مقاومات في الحتة دي. طيب، الارتداد بتاعتنا ممكن يجيبنا لحد فين؟ أول مقاومة لينا هتبقى 31,200. 31,200 يليها في برضه عندنا خط هنا ترند صاعد على المدى القصير فرعي، أنا رسمه. لما يعدي 31,000 نحدثه. في عز الهبوط بتاع النهاردة، وفي عز البانيك بتاع النهاردة، كان في أسهم كويسة، منها على سبيل الحصر، على سبيل المثال ليس الحصر، نهر الخير. بص، شمعة نهر الخير نزل جاب 57/6، وطلع جاب 60 وقفل على 60 قرش بشمعة إيجابية. تبقى أول مقاومة عندنا هنا عند 62 قرش. طيب، في إيه تاني؟ مطاحن شرق الدلتا. مطاحن شرق الدلتا برضو من الأسهم الإيجابية على المدى المتوسط، نزل لحد 203 وقفل 226، برضو من الأسهم الإيجابية. أسمنت هنا برضو وصل للدعم بتاعه عند 24/20 وقفل حوالين 25 قرش، برضو حاجة كويسة. كوبر نفس الكلام، ما كسرش الدعم بتاعه، عنده دعم هنا عند 43 قرش، وعنده مقاومة هنا عند 53 قرش. 43 53 قرش، برضو ما كسرش 43 قرش، والشمعة بتاعته مش وحشة. لو بصينا بقى لباقي الشموع بتاعت السوق، هنا في فجوة في شمال الصعيد. ادي فجوة بشمعة سلبية في طاقة، بس الفجوة دي وارد اللي هي تتقفل في خلال جلستين ولا حاجة. شارم دريمز من الأسهم الإيجابية، زي ما بقول في عز البانيك في أسهم إيجابية. شارم دريمز
سبق كسر الستوب لوس بتاعه. ركاب برضو شمعة إيجابية، فتح على 6 جنيه 83، والكلوز بتاعه 27. الكلوز بتاعه 7.5 والهاي بتاعه 27 إيجابي. جي بي كوربوريشن برضو إيجابي. جهينة إيجابي. جدوى برضو إيجابي برضو. نزل جاب اللو وقفل على الهاي اللي هو فتح عليه. بريميوم هيلث جروب إيجابي. ادي شمعة سلبية في بايونير بروبرتيز بفجوة، نازل فتح بفجوة وشمعة سلبية. بص السواد بتاع الشمعة. على العموم ان شاء الله السوق هيلف، مش عايز اطول في الفيديو ده. السوق هيلف ان شاء الله، وفي حاجات ايجابية وفي حاجات سلبية. تحياتي لحضراتكم جميعا، دمتم في امان الله. اي حد يلاقي اي استفسار يا ريت يسيبولي في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.